ضغط الدم زيك يعني. ما فيش مشكله في الضغط. الحاله دي بتجيك بالليل ولا بالنهار ولا؟ يعني ساعات ممكن كده وكده. ليل مره نهار يعني. مع حمى، في حميات كده، في سخانه في الجسم. ممكن. سخانه في الجسم. طبعا انا يعني ما كنت داير افادك بالكلام ده، لكن لازم الدكتور يكون صريح مع المريض بتاعه يعني. ايوه. انت تعالجتي قبل كده عند دكتور معين؟ مشيتي دكتور محدد؟ لا. يعني كنت تيجي العياده هنا؟ لا. بسيط يعني، ما كنتش تعبانه جدا كده يعني. المره دي تعبانه شويه فحبيت اجي اطمن يعني. اسم المريضه منو؟ وفاء عبد الباقي. طبعا يا وفاء، حقيقة أنا الدكتور اللي كنت عالج عندك هنا أنا قريت الملف بتاعك وداني فكرة عن المرض بتاعك يعني. حقيقة يعني عرفت الباك جراوند يعني الهيستوري تاريخ المرض يعني. قريت تاريخ المرض كده. هو مرض غريب يعني، بيجي من كل مليون شخص بيجي لفرد واحد يعني. كل مليون شخص بيجي لفرد واحد؟ أنا بس دايرك تكوني هادئة وريلاكس عشان نقدر نتعامل بشكل جيد مع المرض. انت عندك مرض حامد. مين؟ مرض حامد. يعني ايه؟ عندنا في السودان بيقول له، انا من السودان يعني، بيقول له الحميطرمد. عندك الحميطرمد بيقوم عليه. ايه الحميطرمد ده؟ طب حضرتك تكلمني بالمصري بلغتنا احنا عشان نفهم. مرض حامد يعني، حامد ده عنده قصه. الحميطرمد ده يعني زي النفاخ، الفجاء. ايه الكلام الغريب اللي حضرتك بتقوله ده؟ طب انا عايز اتكلم مع دكتور يعني المصري افهم الكلام ده. طيب انا هفهمك بالراحه. اتفضل. على حسب الملف اللي عندنا هنا ده، انت اصلا علاجك الطب ما هيقدر يعالجك. يعني ايه حضرتك؟ يعني ايه الطب؟ يعني عندك مرض حامد يعني اشرح لك كيف. حامد ده حامد، عندك مرض حامد، عندك حميطرمد. ايه الكلام الغريب ده حضرتك؟ انا عايزه افهم يعني. مصر كلها ما فيش غير حضرتك تيجي تتكلم معايا تتكلم بالاسلوب ده؟ انا مش فاهمه الطريقه دي. احنا 17 سنه طب يا اخي. 17 سنه طب. انا 17 ايه اللغه دي اللي انت بتتكلم فيها دي؟ في جنوب افريقيا اشتغلت طبيب. انا مالي، انا اسفه، انا عايزه افهم حضرتك. عندك الحميطرمد. طيب انا اقول لك بالراحه، علاجك كالاتي: تمشي لفقيه شيخ. ايه الكلام ده؟ شيخ؟ تمشي لشيخ. هو في دكتور يقول لواحده يعني ده كلام علمي ده؟ انا اسفه اقول ان حضرتك دكتور حمار ما بتفهمش حاجه. انا حمار؟ طبعا حمار ما بتفهمش حاجه. يا دكتور هشام. ايوه ايه يا جماعه مالكم صوت؟ ايه ده كلام؟ يا استاذ البيت الدكتور بيقول لي روحي شيخ. يا مدام بس اهدي يا مدام. انا اهدى ازاي بقى؟ انت عايزاه حاضر تحت امرك. ايه المشكله يا دكتور؟ عندنا فاونديشن اوف اوبليشن. تسوى نوع فور كونسكرمنت في الصحراء. ايه الكلام ده؟ في ايه بالظبط؟ ايه لو سمحت كده؟ دي واحده بس. ايه اللي هو في ايه؟ ده لمصلحتك. ايه المصلحه ده؟ انتوا بتعملوا كده ليه ده؟ بعمل ده زي كونسولتو دلوقتي. كونسولتو ايه؟ اتفضل. فاونديشن اوف اوبليشن. انا قريت التقرير طبعا من الدكتور محمد هنا. عندها فاونديشن اوف اوبليشن. هي كويس انها في سيره السلوك يعني سيره المرض بتاعه يبدا بينا كده. فانا كنت قلت لها اصلا طبيا المساله دي لانه في الحاله دي صارت يا بيه انا مش فاهمه حاجه خالص. في ايه؟ ده كده تشخيص سليم. انا شايف كده تمام. حضرتك معاكي الدكتور ربيع، ده من اعظم دكاتره العالم، ده واخد استاذ دكتور من اسبانيا. دكتور حمار مش بيفهم حاجه. لا انا اصلا بيقول لي حاجات غريبه. لا مش قاعده ايه؟ هو حضرتك بتقول لي ازاي يعني ايه؟ حضرتك هو انفعال. في دكتور يقول واحده تروحي تعملي زار ولا تروحي ايه ده؟ عندك فتره بتاع 3 يوم اعمل فيها زار، دقي فيها زار. زار كمان؟ ده ايه ده؟ في كده يا اخي اللوليه اهدي بس. والله اللوليه تنفعي، والله اللوليه تنفعي. ده مش دكتور. مخي فين الدكتور اللي انا كنت بتعالج عنده دلوقتي؟ اعظم دكتور. لا ده دكتور حمار. يا اخي انا هو استاذ دكتور. هو استاذ دكتور. لا مش دكتور، ده دكتور. لا ده مش دكتور. اهدي بس اهدي بس اهدي. انا